الجرح اللي في جنب إبراهيم شيكا طلع تحويل مسار. بعد ما والدته قدمت بلاغ للنائب العام عشان يستخرجوا الجثة ويعملوا تشريح مرة تانية عشان يثبتوا إذا كان في أي حاجة اتاخدت من إبراهيم شيكا ولا لأ، في بعض الناس أو بعض الأصدقاء والأطباء خرجوا وقالوا إن ده مجرد تحويل مسار نتيجة انسداد الأمعاء، لأن إبراهيم شيكا كان عنده سرطان القولون، وده أمر طبيعي لأن كانت عنده انسداد في الأمعاء، فاضطروا يعملوا له تحويل مسار. وفي حاجة تاني، كان مكتوب في شهادة الوفاة إن هو عنده جلطة رئوية، وبرضه الأطباء قالوا إن ده أمر طبيعي لأن دي مضاعفات بسبب سرطان القولون. فلسه المفروض إن القضية شغالة عشان يستخرجوا الجثة، والله أعلم إيه اللي هيبان. أهم حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ودعمني إن أنت تشوف الفيديوهات القديمة بتاعتي عشان الفيديوهات دي انتهت خالص. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.